جنجويد الركبو قلب وأدلة والله جنجويد طلع من درزقة وهامد أقسم بالله العظيم واضح. أنت أصلا مستهدف مجتمعاتنا لكن ما قادر تقوله وده إيه بقى؟ لو راجل بطو أنت كان رجال خليتهم في كردفان جريت جيت حشدت قبل رمضان عشان تيجي تاجم درزقة ولكن لك بغلق بمبي. ويا جماعة مجموعة 105 زايل ونايمكي زايل أمس قطعنا لهم تذاكر جماعي 34 عربية هي أكلنا. إدريس الأغبش جرى ماشي لغاية كلبز كداري أمورهم جاتا. الليلة جانا مجموعة 103 لسه والله لو الليلة 103 زايلي ونايمكم زايل. نحمد الله أول حاجة على الانتصارات دائما شوتا وده الحاجة اللي قاعد يقدمنا يعني. أول حاجة التحية لكل القوات المسلحة والمشتركة والبراؤون والدراؤون. نياقود طبعا نياقود دخل الخدمة، إرد دخل الخدمة، وتشوى امشي دخلوا الخدمة. أول حاجة الله أكبر، ألف مبروك الانتصار في المحور الغربي للمرة الثانية والجولة الثانية. يعني دقينا الجنجويد ذهاب وإياب ذهاب وإياب. أبطال تيلة تناب برمجني هو اسم ده كبير. جنجويد كان تعرف معنى اسم ده ما تقاتل هنا. هذا اديك معلومة. انت انتقلت من كردفان جريت جيت دارفور عشان تقاتل الناس في دار زغاوة ودار مساليت وغيره عشان تكتف القوات دي انها ليه وقفت مع الدولة. والانت ما عارفوا انه اسد هناك انت جريت منه ده في شبل بتاع اسد قاعد هناك. اسد داك هناك في شبل قاعد. بعدين هيمتيها والامس قال لنا مشتركة انتهوا. والله يا هيمتيها الليلة الناس الدقوا يالك ده الا كم انتوا بيناتكم اشتبكتوا. انا نقول لك بالواضح لانه انت قلت المشتركة انتهى. هسي ما حدث لاولادك في محور بتاع الطينة ومحور دار زغاوة عشان ما يطلع كوارث من العنقعوق. الحدث الحاجة اللي حصل لكم وعرباتكم ديل الناس اللي اشتبكوا بيناتهم. يالك ديل اشتبكوا بيناتهم افتكروا انه في واحد جزء منهم ادو ويندقوا وبعد ذاك الجزء الثاني قام شفشفهم يعني. او دقوكم الجيش التشادي هناك انتم ما دقيتهم امس وكنت جسدوا حقهم بورا. انا ما عارفين لكن انا هنا غايتك المشتركة ديل الناس ديل انتهوا وما موجودين. وطينة ودار زغاوة والمناطق اللي هسه انتم موجودين فيه ده يا همتي. اذا كنتوا انتم بتفتشوا عن المشتركة وانت امس قلت في اجتماع ولا في جلستك ده قلت انه المشتركة انتهى فيبقى انه ماذا يفعل الجنجويد في دار زغاوة اذا كان لا يوجد المشتركة. هناك ما في مشتركة. انتوا جيتوا تفتشوا شنو؟ جيتوا تفتشوا مجتمعات قبلية. المهم يالك في النهاية اشتبكوا بيناتهم وكيدكم في نهركم يعني. وانا نطالب بعدم ضبط النفس يعني بتباللوا بيناتكم. فلذلك يا جنجويد ما تقولوا كلام في 24 ساعة نقوموا نكذبوا لكم. انتوا هسه قلتوا كلام امس جينا كذبنا لكم نفس اليوم. فابطال القاعدين في كردفان ده قال لنا متكيفين اقسم بالله. الليله قال لك دافين ابل بس لانه عارفين عندهم خبر انه الناس البقادي ده باكلوكم. الف مبروك الانتصار يا جماعه. خارج الطينه بمسافات وتم بل وسحق الجنجويد بالكامل. مجموعه 103 على ما يبدو لي ما طلع الا قائد المتحرك وده أرد. لو ما أرد كان ما بطلع. لكن المجموعة 103 أطمنك لحتى الآن الشباب ما حصروا العربات. خلي المحروق الاستلموا هين يرزق كده. ما في زول جك الداري ما رجع بعربية. أنا قلت لهم أنتوا شباب تنزلوا ماشيين كوري ليه شنو؟ أنتوا شباب نايمين في معسكرات تسوي شنو؟ ما هو ده العزة والذهب والمال هنا. كروز ده زمان هنا نمشي كورين يشتغلوا 3 سنة وتجيبوا بشراكة ما زول عشان تركب فيه ده تجيبوا بشراكة. وده ذاته إلا تدين من الناس جرامات تتموا. انت هسه كروز اللي بيجيك في جلسة كيف نف زي ده قلت لهم كوكاي بس ده جري دنكاز بخلي لك عربية الحمل الجمل بما حمل بخمرة بتاعهم قرون تلقى جوا. دار شنو تاني انت؟ بودك كوري شنو ماشي قاعد مع الأقبش دك تاكل في ويكا وانت عندك ذهب في بيتكم هنا.